في يوم الخميس 10 فبراير سنة 2011 دخل عمر سليمان على مبارك وقال له: خلاص يا ريس، فلتت مننا والأمر بقى خارج السيطرة. ساعتها بس مبارك اتأكد إن مفيش حل غير الرحيل، وقال له: اعملوا اللي انتوا عايزينه. عمر سليمان قال له: هنجتمع أنا والمشير طنطاوي وشفيق علشان نصيغ بيان التنحي، وشفيق وقتها كان رئيس الحكومة. جمال مبارك عرف، وساعتها راح لمبارك وقال له: سيبني يا بابا أعمل محاولة أخيرة. نحي هنعمل خطاب تفويض للنائب عمر سليمان، وقدر إنه يقنعه، وطلب مقابلة أنس الفقي وزير الإعلام ساعتها، وصاغوا خطاب التفويض وعرضوا على مبارك ووافق عليه. ساعتها علاء عرف وغضب جدا، لأن علاء ما كانش عنده أي هدف غير سلامة أبوه وإنه يخرج آمن من السلطة، وانفعل على جمال جدا. وفي مصادر بتقول إن حصل شجار عنيف جدا بينهم، وعلاء قال لجمال: أنت السبب في كل اللي حصل لأبوك. ومبارك زعق لهم وقال لهم: كفاية كفاية بقى، ضيعتوا الدنيا. وانتهى الأمر على أن مبارك اقتنع برأي جمال وهيلقي الخطاب اللي عمله هو وأنس الفقي. طبعا وقتها الشارع المصري كان مترقب ومنتظر الخطاب على نار، بعد ما أعلن التلفزيون المصري إنه الرئيس سيلقي خطاب بعد قليل. الشارع المصري ما كانش منتظر غير حاجة واحدة وقتها، مفيش غيرها، وهو التنحي ولا بديل. ظهر مبارك وبدأ يلقي الخطاب بمقدمة عاطفية يتكلم فيها عن تاريخه، وبعدين قال أو تعهد إنه هيعاقب كل المتسببين في أعمال الشغب، وده معناه استمراره طبعا في السلطة، وفي الآخر يقرر تفويض عمر سليمان. وبمجرد إن مبارك انتهى من الخطاب، الشارع المصري انفجر، وكان رد فعلهم إنهم ولأول مرة يقرروا الذهاب مشي القصر العروبة نفسه اللي كان قاعد فيه مبارك. وساعتها كل المحيطين بالرئيس فقدوا السيطرة على أخذ أي قرارات. ساعتها ما كانش قدام مبارك إلا مغادرة القصر الرئاسي، وبالفعل تم الاتفاق على إنه يغادر وقت صلاة الجمعة تاني يوم، وده بطيارة هليكوبتر تاخده من القصر لمطار الماظة وبعدين شرم الشيخ، وبعدين يتعمل نفس الحكاية مع باقي أسرته. وأثناء التحضير للمغادرة كان عمر سليمان والمشير طنطاوي وشفيق قاعدين في وزارة الدفاع بيصيغوا بيان التنحي، وبعد ما خلصوه اتصل عمر سليمان يقرأ على مبارك البيان. مبارك سمع البيان من عمر سليمان ووافق، بس كان ليه طلبين أو رجائين. الأول إنه يغير كلمة تنحي بكلمة تخلي، ويمكن ده بسبب إنه مش عايز يستخدم نفس اللفظ اللي استخدمه جمال عبد الناصر بعد النكسة. أما السبب الثاني إنه ما يتذاعش البيان إلا بعد مغادرة جميع أفراد أسرته من القصر الرئاسي. لبى عمر سليمان الطلبين، وكان من المفترض إن المشير طنطاوي هو اللي يلقي البيان، لكنه رفض. وساعتها اضطر عمر سليمان لإلقاء البيان. وبعد ما عمر سليمان سجل البيان صوت وصورة في وزارة الدفاع على شريط فيديو، كلف المشير طنطاوي اللواء إسماعيل عثمان بتوصيله إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون، بشرط ألا يتم إذاعته في التلفزيون المصري إلا بعد تعليمات من المشير. وفي الساعة 5:30 من مساء يوم الجمعة الموافق 11 فبراير 2011 تمت إذاعة البيان، واللي أعقبه حالة فرح عمت جميع البلاد.